مش ملاحظين ان الفترة الأخيرة كل الممثلين الكوميديانات اللي كانوا بيضحكونا زمان زي محمد سعد وأحمد مكي وأحمد حلمي والناس اللي كانت بتضحكنا زمان، بقى الممثلين الكوميديانات الأيام دي ما بقوش عارفين يعملوا فيلم أو مسلسل كوميدي. حتى أحمد مكي اللي كان بيفكر بره الصندوق خالص وبيعمل حاجات مميزة جدا السنة دي، وفي الجزء الأخراني الجزء السابع تقريبا من الكبير اللي نزل في رمضان السنة دي، للأسف كانت كوميديته ضعيفة جدا ومكررة. ومش أحمد مكي بس، ناس تانية كتير، كل الكوميديانات اللي جم في الفترة الأخيرة اللي كانوا شغالين كويس زمان قبل كده جم في الفترة الأخيرة مش عارفين يعملوا أي حاجة كوميدي، وكل اللي بيقدموه صراحة دمه تقيل جدا وسخيف، ومن تقديري الشخصي ما بيضحكنيش. ازاي أصلا يصنع الفيلم الكوميدي؟ أنا هنا أصدقائي مش محلل أكاديمي عشان أحلل الموضوع ده، أنا بحلل من وجهة نظر المشاهد البسيط، من وجهة نظري أنا، مش من وجهة نظر حاجة تانية أو مش من وجهة نظر أكاديمية بحتة ناقدة الكلام ده، لا أنا مشاهد عادي بسيط، وده اللي أنا شايفه ودي رؤيتي ووجهة نظري. أسوأ غلطة ممكن يقع فيها أي ممثل أو أي كاتب أو أي مخرج بيخرج أو بينتج فيلم كوميدي، وهو انك تبقى عارف انك بتألف فيلم كوميدي. الموضوع ده قاتل لأي فكرة كوميدية، لان بيبقى انت مختزل الفكرة انا بعمل فيلم كوميدي، انا بعمل فيلم كوميدي، انا بعمل فيلم كوميدي، انا لازم اضحك. فلما بتبقى انا لازم اضحك دي تتولد جوه صناع العمل بكل اشكالهم، بيبتدوا زي ما بيقولوا عندنا في المصري كده يحزقوا زيادة، بيبتدوا يتكوا على الحاجة بالعافية. انت هتضحك بالعافية، هنقعد نطول لك في الإفيه أطول فترة ممكنة علشان تضحك. انت هتضحك يعني هتضحك، ما ضحكتش في الأولانية هتضحك في التانية، هتضحك في التالتة، هتضحك في الرابعة. فيلم الكوميدي بيتألف ببساطة ان هو مش فيلم كوميدي. الفيلم الكوميدي ما بيتقل، يعني اللي بيجي يألفه اللي بيجي يكتبه بتهيألي يعني ان هو المفروض ما يحطش في باله وفي دماغه ان انا بألف فيلم كوميدي. انا بعمل حساب ان انا بألف فيلم عادي، فيلم عادي جدا بقصة عادية جدا، ولكن احاول اشوف الاحداث. يعني بعد ما انا ألفت الفيلم بتاعي ده بالكامل، ألفت الفيلم من الالف الى الياء، بداية منتصف نهاية مثلا، خلصت الفيلم بتاعي، خلصت الحدوته بتاعتي. طيب المواقف بقى الجاده شديده الجديه اللي موجوده في الفيلم بتاعي ده، احاول ان انا اخدها واعمل لها اكستريمينج، يعني اخرجها خارج السياق بتاعها او ادخل فيها عنصر مختلف وعنصر عكس الواقع. وده اللي كان بيعمله سمير غانم. سمير غانم كانت الكوميديا طبعا هو دمه خفيف جدا، وانا الله يرحمه سمير غانم من الناس اللي بحبها وكانت بتضحكني جدا، بس كنت بحس ان هو بيعمل الموضوع ده. سمير غانم كنت بحس ان هو مش سكريبتد، هو مش داخل المسرح علشان يضحك الناس، هو بيدخل على موقف، في موقف معين هو داخل عليه، بيدخل بيحاول يكستريم او يعمل فانتازي للموقف اللي هو داخله ده، فبالتالي الفانتازيا دي او الموقف الخارج عن السياق ده بيضحك. اللي بيتبع نفس المدرسه دي والمنهجيه دي الايام دي اللي هم شيكو وهشام ماجد، اللي هم بتوع مسلسل اللعبه لو عارفينهم. اللعبه من افضل المسلسلات اللي اتعملت في مثلا الثلاث اربع سنين الاخرى، اللي بيضحكوا فعلا. انا بتهيألي اعتقاد، الله اعلم اذا كان ده صح ولا غلط، ولكن بتهيألي ان المسلسل ده اتعمل في البداية على ان هو يبقى قصة، يعني هي قصة حدوتة عادية جدا، وان واحنا ماشيين الضحك هيطلع في النص. يعني احنا مش هنحط مواقف كوميدية، احنا هنمشي القصة، هنمشي الموقف بتاعنا. وليكن مثلا لو قلنا ان فكرة من افكار اللعبة ان مثلا المسابقة اللي معمولة، معرفش انتوا شفتوا المسلسل ده ولا لا، بس لو ما شفتوهوش انصحكم تشوفوه جدا. في موقف مثلا في اللعبة، او في موقف ان هم اتنين بيتحدوا بعض في لعبة ما معينة ان هم يجمعوا شيء ما. في الفكرة بقى ان الضحك هنا هو مش هيطلع في الشيء ما ده، او احنا مش هنقعد نخلق مواقف في النص، ده هنا لازم هشام ماجد يضحكني، لا ده هنا الموقف بتاع شيكو لازم يضحكني. انا بتهيألي ان هما بيرسموا السكريبت بشكل طبيعي جدا، وبيسيبوا الموضوع يمشي، وبيشوفوا ايه في النص ممكن نعمل له بلو، ممكن نعمل له انفجاريه في الضحك، نعمل موقف اكسترا اوردينري، موقف مش طبيعي، موقف خارج السياق، فهو ده اللي بيؤدي للضحك. في انواع كتير من الكوميديا، من ضمنها كوميديا الافيه. كوميديا الافيه دي يعني في مثلا اتنين او تلاتة واقفين قصاد بعض، واحد بيقول نكته، بيقول جوك معينه، النكته دي
هي اللي بتضحك وهي اللي بيطلع منها الضحك. ودي المدرسه مثلا اللي بيستند عليها حد زي محمد هنيدي، كوميديا الافيه، ان انا بقول افيه معين هو ده اللي بيضحك. لكن كوميديا الافيه دي الايام دي انا شايف ان مش هيبقى ليها سوق، لان انا شايف ان المؤلفين بقى عندهم فراغ شويه من حته ان هم يالفوا افيهات كوميديه. والدليل الاكبر على كده استدعاء بعض المؤلفين لافيهات من الفيسبوك والسوشيال ميديا وبيقحموها داخل المسلسلات كافيهات دارجه من الشخصيات اللي هم عاملينها. هل ده صح؟ لا، ده مش صح. انا بحس ان هم بيعملوا كانهم بيعملوا ايه من دقن وفتله او اعاده تدوير للاشياء. انت بتاخد الافيه اللي انا بقوله اصلا على السوشيال ميديا، بتاخده تدوره وتحطه لي في مسلسل في موقف معين كده، انت عملت كوميديا افيه. لا، ده مش مضحك على الاطلاق، او من وجهه نظري ده شيء ما يضحكنيش انا عن نفسي. يعني السؤال اللي سالناه في اول الفيديو، وهو ليه الممثلين اللي كانوا بيضحكونا زمان ما عادوش بيضحكونا دلوقتي؟ لان بقى بيطلب من المؤلف يا فلان ألف فيلم كوميدي، ففلان يروح كاتب قصة، ولكن قبل ما بيكتب القصة بيكون في دماغه أنا هحط مواقف كوميدية شكلها إيه، أنا هحط إفيهات عاملة إزاي. بل من الممكن أن يكون بعض الناس المؤلفين يعني لما بيجوا يألفوا الأفلام الكوميدية دي، هم بيبقى عنده بيقول أنا هألف فيلم كوميدي، تمام، أنا عمرو دلوقتي هألف فيلم كوميدي، تمام، طيب انا عايز اضحك ازاي؟ اجيب واحده تخينه وعشان نتريق عليها، واجيب واحد متلعثم في الكلام علشان يبقى ده عنصر الضحك، واجيب حد بيتكلم بطريقه غريبه هو ده الضحك، اجيب حد بيتزحلق ويقع مثلا بشكل كده غريب هو ده الضحك. بقى شوف جمعت مثلا ايه 10 مواقف كوميديه، حلو قوي 10 مواقف كوميديه يقوموا لي فيلم كده. احنا بقى نبني قصه على ال10 مواقف دول. لكم ان تتخيلوا، لان في افلام ممكن تكون بتتعمل كده، او ده اللي بيوصلني انا كمشاهد من الافلام اللي انا بشوفها ومن المسلسلات الكوميديه اللي انا بشوفها مؤخرا، طبعا باستثناء حاجات بسيطه يعني، ولكن ده اللي انا حاسه. وده اللي انا شفته مثلا في حاجه زي مسلسل الكبير الجزء السابع اللي نزل مؤخرا في رمضان ده. حسيت ان هي كده، حسيت ان هم جابوا ورشه كتابه، ناس كتاب يعني، يا جماعه احنا هنعمل الكبير الجزء السابع، حلو، عايزين منكم قدامكم ديدلاين 4 شهور مثلا ولا 3 شهور او شهر. انا بتهيألي ده الموضوع ده ما خدش يعني اكتر من شهر الصراحه. خدوا شهر اكتبوا لنا فيه مسلسل الكبير الجزء السابع. فالشباب بتقعد مع بعضها بيجمعوا مواقف، تمام، ويحطوا المواقف دي في سياقات دراميه، اعتقادا منهم ان ده شيء مضحك وان ده شيء هيجيب صريخ ضحك. دايما لما بتكلم مع اي حد بقول له اللي ناجح في الكوميديا او الوحيد او الناس الوحيده اللي صامده في الكوميديا لغايه دلوقتي هو مسلسل زي مسلسل اللعبه اللي بتاع شيكو وهشام ماجد. الله اعلم، ممكن قدام المسلسل ده يخيش، ممكن المسلسل ده يبقى وحش في الاجزاء اللي بعد كده، ممكن ياخد منحنى سيء، انا ما اعرفش. انا بتكلم على ال3 مواسم اللي انا شفتهم. هي لان حاجه زي مسلسل اللعبه ده بيتكتب بالطريقه اللي بقول لكم عليها، الطريقه القديمه، الطريقه اللي كانت بتضحكنا بجد، وهي ان احنا بنكتب حدوته متماسكه، بدايه منتصف نهايه، مجموعه مواقف في النص، تمام، وبعد ما نخلص الحكايه بتاعتنا بنبتدي نشوف ايه المواقف اللي ممكن نعمل لها اكستريمنج او ممكن نزودها شويه نقللها شويه. وده اللي كان بيحصل في افلام محمد سعد، وكان بيضحكنا جدا. محمد سعد كان بيعتمد على الكوميديا الحركيه البصريه جدا، ان هو موقف عادي، موقف طبيعي يتعمل ان هو بشكل طبيعي جدا. محمد سعد باكستريمه بيعمل حاجه خارجه عن السياق، فبالتالي كانت بتضحكنا جدا. على راسها شخصيه زي شخصيه الليمبي اللي نجحت جدا في، يعني مش فاكر كانت في سنه كام الصراحه، ولكن الشخصيه دي طبعا كلكم عارفينها وشخصيه نجحت جدا. الشخصيه دي نجحت لان هي شخصيه اكستريم. هو خد شخصيه البلطجي المتلعثم الغير متعلم، تمام، وعمل له اكستريمنج، تمام. هو خد الشخصيه دي حطها في فيلم عادي جدا، يعني الشخصيه دي اتحطت في فيلم عادي جدا، وجبنا الشخصيه دي وشفناها في المواقف بتاعتها العاديه جدا اللي ممكن ما تضحكش خالص، مواقف طبيعيه جدا، وعمل لها اكستريمنج، فبالتالي بقى فيلم بيضحك جدا. طريقه الصوت مثلا التلعثم دي هو لعب فيها شويه، عمل لها اكستريمنج خلاها تضحك. طريقه المشي بتاعت البلطجيه اللي بيمشوا فاردين ايديهم كده، هو عملها بطريقه معينه، عمل لها اكستريمنج او تحوير بشكل ما او اخر، حولها خلاها شيء مضحك. فالخلاصه يا صناع الاعمال الكوميديه،
من فضلكم عشان خاطري وعشان خاطرنا كلنا ما تكتبوش حاجة كوميدي، ما تكتبوش كوميدي، اكتب حاجة عادية، اكتب قصة عادية، اكتب فكرة عادية، وبعد كده بعد ما تخلصها خالص شوف المواقف اللي في النص واعمل لها اكستريمنج، اعمل لها زود شوية فيها، قلل شوية فيها. الحاجات دي هتضحك، والحاجات دي هتطلع لك فيلم كوميدي متماسك. وعلى الاقل لو ما بقاش فيلم كوميدي هيبقى فيلم متماسك بس، لكن لا كوميدي ولا متماسك موضوع صعب قوي. فاستاذنكم يعني يا ريت مش عارف الموضوع ده ممكن يفيد مين، يعني هل هيفيد حضراتكم كمشاهدين ولا هيفيد صناع السينما؟ بس يعني فكره كده جت في دماغي فقلت اقولها لكم. بس كده، لو عجبكم الكلام اللي بنقوله ده يا ريت تشتركوا معانا في القناه الثانيه. قناه كده بنتكلم فيها عن حاجات مختلفه ومتنوعه، افكار كده متبعثره لعلها تفيد احد في يوم ما. اشوفكم على خير يا اصدقائي الاعزاء. باي باي.